بالاخوان والاخوات اللي جاوا باش يحضروا معنا هذا اللقاء، وكذلك كنرحبوا بممثل السلطه المحليه في شخص السيد القائد، ونرحب بالاعلاميين المحليين والصحافه الوطنيه اللي موجوده معنا في هذا القاعه. ايها الاخوان، جرت العاده، وهذا كان واحد العهد اللي قطعناه على نفسنا ومع الساكنه اللي عطاتنا الاصوات ديالها باش كنمثلوها في التسيير ديال الجماعه ديالها واللي انتم حاضرين فيها دابا، باش يكون نوع واحد العقد تشاركي بيننا وبينكم، وتعرفوا المآل للجماعه ديالكم فين غدا وفين باغيه نوصل، لان هذه اصواتكم، هذا مال الجماعه، مالكم. حنا هي كندبروا هذه العمليه، وحنا بشر يمكننا نكونوا بعض الاحيان خاطئين وبعض الاحيان نكونوا صائبين، والحكم غيبقى للساكنه ولسكان القبيله ديال الساحل او جماعه الساحل. الاخوان كتعرفوا حنا بدينا كنسيروا الجماعه، وهذا اللقاء باش نذكر كيدخل في اطار هذا البرنامج ديال مخطط التنميه والاجتماعيه ديال اقليم العريش، اللي تلقى اللي تعرض في البوابه الالكترونيه للجماعه، واللي نظم السيد العامل لقاء عليه كبير، وكانوا حاضر فيه واحد المجموعه الفاعلين لا الاقتصاديين ولا الاجتماعيين ولا المنتخبين بعماله العرائش، حوالي 24 يوم هذه باش تعرض. وهذا اللقاء هذا كيدخل في اطار هذا المخطط، لان المخططات ديال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الاقليم كلها مستوحاه من المخططات الاجتماعيه والاقتصاديه ديال الجماعات، 16 جماعه اللي بالاقليم وجوج ديال المدن اللي هما في الاقليم العريش وقصار كبير. الاخوان، لابد من الاشاره الى اشياء اللي عندنا في المنطقه ديالنا واللي استطعنا باش نحققوا فيها بعض المنجزات، وبطبيعه الحال ماشي بالمجهود ديالنا، بالمجهود ديال الساكنه الغيوره على الجماعه ديال الساحل، باش حققنا واحد المجموعه من الاشياء فيما يخص المداخل ديال الجماعه والمصارف ديالها والتوقعات ديالها من 2009 الى 23 شهر 11 والبارح 2013. مداخل بطبيعه الحال ساهم فيها الجميع، لا موظفين ولا سلطه ولا المنتخبين، وحتى الساكنه ساهمت في هذه المداخل. والمصارف حنا اللي كندبروا هذه المصارف، والعيب عليكم تشوفوا شي حاجه اللي ماشي هي هذه بدايه اولا من التدبير الاداري داخل الجماعه الى ميزان التسيير، الميزانيه اللي كنسيروا بها الجماعه من مصارف اعتياديه وحتى الاستثمارات، اي المشاريع اللي كدير الجماعه، سواء كانت بالمال ديالها او في اطار واحد الشراكه مع مجموعه ديال المتداخلين، لان الميزانيه ديال الجامعه انتم كتعرفوا ما يمكنلكش دير بها كل شيء، متطلبات كثيره واليد قصيره والعين بصيره. طبيعه الحال هذا اللقاء ديالنا هو كيجي في هذا الاطار باش نسمعوا لكم وتحسونا، لان انتم هما اللي كتمشوا في الدوار، نتوما اللي كتسوقوا، نتوما اللي كتمروا على الطرقات، نتوما اللي كتعرفوا القناطر ديالكم، نتوما اللي كتعرفوا الغابه ديالكم، نتوما اللي كتعرفوا البحر ديالكم، نتوما اللي كتعرفوا كلشي. ما حنا هنا بطبيعه الحال داكشي اللي كناخذوه من عندكم كنحاولوا نعدلوه ونوجدوه
باش ندوزوه في اطار القوانين اللي كتخدم بها الدوله بطبيعه الحال. واحد العقد واللي ملزمين حنا به وهو الميثاق الجماعي.